بالرغم من الجو البرد قوي ده، لكن مش عارف ليه حبيت اطلع اتكلم كده سريعا عن المقبرة الفيك اللي لقوها في بني سويف. الانسان اللي بيزيف اوقات بيحاول عشان يداري على تزييفه ويأفور شوية في التفاصيل عشان ياخد المواضيع. في المقبرة انا ببص في الصور لقيت حاجة غريبة جدا. لقيت في خرطوشتين، خرطوشة على اليمين وخرطوشة على الشمال. الطبيعي في المقابر المظبوطة بيكون الخرطوشتين بيكونوا لنفس الملك أو لملك وأبوه. لكن هنا هو عمل المقبرة عمل غلطة مضحكة جدا، إن هو حط ملكين بينهم وبين بعض سنين كتيرة. يعني حط على اليمين آه، الخرطوشة بتاعت رمسيس الثالث، اللي هي وصل مع ترعمري إيمن. وبعد كده حط على الشمال الخرطوشة بتاعت توت عنخ آمون اللي هو نب خبرع. وده طبعا يعني ملوش أي علاقة بالحقيقة. ما ينفعش تحط خرطوشتين لملكين جنب بعض. وحتى لو هي مقابر أفراد، المفروض مقابر الأفراد الملك بيحط يعني الفرد اللي عامل المقبرة إن كان موظف أو حد شغال في البلاط الملكي، بيحط اسم الملك اللي هو كان شغال عنده، لكن ما بيحطش منشن للناس كلها. دايما كده الكذب ملوش